السلام عليكم الأخوة ديالي، نتمنى تكونوا بخير على خير. في هذا الفيديو طريقة تحضير سلو على طريقتي أنا. الطريقة صحية بزاف لكم في هذا رمضان المبارك. تاكلوا حاجة صحية، وحتى للناس اللي كيعملوا الريجيم والناس اللي كياكلوا حاجة بدون جلوتين. هاد السلو صحي لكم وما تخافوش منه. ما فيش الحاجة اللي فيها جلوتين، ما فيش طحين، ما فيش سكر، فيه غير الحاجات الصحية، فيه غير الحاجات اللي تفيدكم صحتكم وتقويكم. والمهم هاد السلو غادي يفيدكم بزاف وغادي ينفعكم وغادي يعجبكم بزاف بزاف وتشكروني عليه بزاف. وجربوا وردوا عليا في التعاليق. ونبداو بالمقادير. بسم الله على بركة الله. هنا عندي 600 غرام زنجلان محمرة على النار مهيلة، وقابلته باش ما يتحرقليش باش ما تجيش فيه المرورية. طحنته على هذا الشكل، ما غير مهرمش، ما مطحونش بزاف. وهنا الكاوكاو محمر بقشورو وهرمشته على هذا الشكل. هنا عندي كيلو د اللوز محمر بقشورو وهرمشته هيدا، ما مطحونش مزيان، وقابلته باش ما يتحرقش، باش ما يجيش حاجه محروقه وحاجه ما محمراش. خصكم تقابلوه وعلى نار مهيله مع التحريك. هنا 2 معالق كبار القرفه، 2 معالق كبار النافع محمر ومطحون مزيان، وطحنت معاه مسكه حره. هنا 2 معالق كبار حبة حلاوة، 400 غرام الزبدة مذوبة وخليتها على الجنب حتى طريس، وصفيتها الماء، داك الماء صيبته وخليت غير الزبدة، ما تعملوش بداك الماء. هنا الكاس صغير الزيت الرومية، هاد الزيت قليت فيه اللوز. كاينين بزاف الزيوت صحيين الاخوات، كاينين زيت الكركاع، زيت اللوز، زيت السمسم، المهم كاينين بزاف. هنا هاد اللوز قشرته وقليته في الزيت، خليته هيدا. العسل الحرة، هالشوفان المهم طحنته ما طحنتوش مزيان، خليته على هاد الشكل. حمرته في الطنجرة، قابلته باش ما يتحرقليش على النار مهيله، وانا كنحرك وهو كيتحمر من الداخل، يعني بكل شيء. هنا حطيت زنجلان كاوكاو وزيدت عليه اللوز. شفتوا كيف جاو المكونات محمرين وما جاوش حاجه محروقه وحاجه. كيجي داك، شوف جا اللون غزال، جا اللون موحد. خاصكم الا بغيتو يجي لكم سلو، خاصكم تقابلوا هالاخوات باش تعملوا حاجه، يعني حاجه نيشان ماشي صافي. دابا عملت النافع، القرفه وحبه حلاوه، ونخلط. المهم نخلط النواشف مع بعضياتهم هما الاولين، وعاد نزيد السوائل باش نخلط مزيان مزيان مزيان. ماشي نخليه هيدا الخليط ديالي ونكب عليه السوائل، كيجي الخليط حاجه ما مخلوطاش مزيان. خلطوا النواشف مزيان وعاد نكبوا السوائل باش يجي السلو ديالنا متماسك ومتجانس، كلشي مخلط مع بعضياتهم مزيان. ودابا غادي نزيد الزبده
شتو الزبدة ما فيش الماء، خليتها ترصها مزيان على الجنب، صفيتها وخليت غير الزبدة. الا خليتوها بدوك الماء، لحقاش الزبدة كيكون فيه شويه د الماء، الا خليتو داك الماء فيه غادي تخسروا السلو. وها انا زدت زيت روميه اللي قليت فيه اللوز. طبعا نخلط مزيان 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 مع هاد الدهون، وعاد نزيد العسل. كنبقى هايده كنفرتو، كندخل فيه الزبده والزيت، كنخلطهم من التحت من الفوق، المهم كنخلطو مزيان وكنفرتو هايده باش تدخل فيه الزبده الزيت، تيكون مخلط كل شيء. وعاد نزيد العسل. ودابا غادي نزيد العسل بيو، فيه 500 غرام العسل. المهم على حسب الحلاوه نتوما اللي كتعجبكم. المهم انا عملت 500 غرام وزيدت واحد 100 غرام في الاخر، على حسب ما تزيدوش. المهم انا زدت غير 100 غرام، يعني عملت 600 غرام د العسل، جاني يشان في المذاق. ما تكتروش وما تنقصوش باش يجي لكم نيشان في الحلاوه. صافي دابا نخلط شويه بهاد المعلقه الخشبيه، ونزيد نخلط بيدي حسن. نخلط باليدين احسن، راه ملعقه ما غاديش تخلط لك الخليط مزيان. اليدين خصك سلو تخلطي بيدين ديالك احسن باش يجي لك هو هذاك. طبعا حتى اللوز اللي قليته اللي خليته هيدا مكمول باش نحسوا فيه اللوز ونقرمشوا ملي ناكلو السلو، كنقرمشوا عليه معاه اللوز هيدا. ونخلط مزيان. هنا السلو ديالي خلطته مزيان، عجنته مزيان وخليته على الجنب. المهم يرتاح باش نحضر البواطط اللي غادي نحطو فيه.
المهم هذا هو الشكل النهائي الاخوات. جا السلو غزال بزاف ولذيذ في المذاق، ونتمنى حتى نتوما يعجبكم. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك والاشتراك، واستنوني في الفيديو المقبل اللي غادي نحط لكم فيه الشباكين ان شاء الله الا قدرت يا ربي. وبسلام عليكم.